هروب مدرب الزمالك جوميز. أنا بس عايز أفهم يعني، عشان أنا بس بصدق شوية في نظرية المؤامرة. النهارده مارسيل كولر مفيش بطولة ما أخدهاش، يعني مفيش بطولة ما أخدهاش غير يمكن بطولة كأس الرابطة، تمام، اللي هو أساسا الأهلي ما بيشاركش فيها. فالأندية في الخليج بقى ما بتاخدش بالها منه ليه؟ أو ما بتاخدش بالها من المدرب اللي بيدرب الأهلي ليه؟ ما هو الموضوع غريب. الحاجة التانية برضو اللي أنا مش فاهمها، الموضوع اتكرر مع نادي الزمالك أكتر من مرة. والناس اللي مسؤولة في نادي الزمالك عن صياغة العقود وعن الشؤون القانونية وموضوع الشروط الجزائية والحاجات دي، الناس دي ما بتاخدش بالها، ما بتاخدش أي موعظة من الحياة. مفيش أي يعني الإدارات المتعاقبة المختلفة، سواء كانت إدارة المستشار مرتضى منصور، إدارة حسن لبيب، إدارة كل الناس، ولا حسين لبيب هو، ولا أيا كانت هو مين، كل الناس دي ما بتاخدش بالها من الحاجات دي. بيتعلم عليهم عادي ويتكرر نفس الموضوع عادي. ما أنا عايز حد يفهمني.